السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. يكون في 9 جثث، بس انا مش ضامن اللي انت هتلاقي جثة حتة واحدة. فينغي بيقول شيء ومع حق، احنا لو ما قتلناش الراجل ده فاحنا اكيد هنموت. وروني دلوقتي ازاي هتقدروا اللي انتوا تعيشوا. وبيبدأ اللي هو يهاجم وهم كمان بيهاجموا عليه، وهو بيقول 4 في مستوى اليانغ و4 في مستوى التشي وواحد مغمى عليه، وعايزين اللي انتوا تقتلوني. وكلهم بيهاجموا عليه وبيبدأ القتال ما بينهم، وهو بيهاجم بسيفه وفي واحد بيهاجم بايديه، والسيف بيقدر اللي هو يقطع طاقة التشي. فالولد بيقول كله ياخد باله، سيف يقدر اللي هو يقطع التشي. ويانغ بيبدأ اللي هو يستخدم الفرشة بتاعته وبيهاجم بيها، والسواق بيقول ايه ده، انا ليه مش قادر لا اتحرك. فكلهم في اللحظة دي بيهاجموا عليه، واول ما يبدأ اللي هو ينزف دم بيقول واضح لا دلوقتي لازم اكون جدي اكتر ولازم اقتلكم كلكم. وبنرجع للشو بيكون قاعد بيتفادى هجمات العجوز، والعجوز بيقعد يقول له ما تهربش مني، انت فعلا مهارتك حلوة جدا، بس طالما انت سريع للدرجة دي فالمفروض ما تموتش من ده. والشو بيبص له بيقول في نفسه هو هيعمل ايه دلوقتي. والعجوز بيبدأ اللي هو يتضخم ويستخدم مهارة خاصة تطلع موجات عالية بتبدأ اللي هي تأذي شياو قوي. وهو بيقول في نفسه هو ايه نوع الطاقة ده، الموجات دي لوحدها مخليها عندي بتاع 5 عضلات اتكسروا. والعجوز بيقول له انت قعدت تهرب كتير قوي، وانت اللي اجبرتني اللي استخدم المهارة دي عليك. احسن لك اللي انت تكون فخور بنفسك، يا ريت بقى اللي انت تكون ذكي وتقتنع اللي انت ما تاخدش حاجة مش بتاعتك علشان ما تخسرش حياتك على الفاضي. انما للاسف خلاص الاوبشن ده ما بقاش عندك. انما فجأة العجوز بيترعب وبياخد باله من حاجة وبيقول ايه ده، الولد ده ازاي اصلا لسه عايش كده، ده قدر اللي هو شبه يصد هجومي، ازاي الولد ده ممكن يكون بالقوة دي او حتى يكون عنده مهارة قتالية بالقوة دي. لا هو اكيد استخدم خدعة، بلاش اللي انا دلوقتي اواجهه لوحدي. وبيبدأ اللي هو يجري من المكان، والشباب بيكون مصاب في الارض، وبيقول في نفسه كويس اللي انا مهارتي قدرت اللي هي تحد من قوة صرخته جدا، بس مع اني اتصبت بس انا لسه عايش، بس انا ما ينفعش اللي أنا اضيع الفرصة دي. وبيبدأ اللي هو يجمع طاقة نارية في ايديه، دي هي دلوقتي فرصته. بيخرج هجمة نارية قوية جدا بتعدي بالغابة وبتحرق كل حاجة قدامها وبتوصل للعجوز. واول ما بتيجي في ظهره بتخليه يقع على الارض وهو مصاب، وهو بيكون على ظهره حار بايد شواي. والعجوز بيكون بيتألم وبيقول انا خليك تدفع التمن يا شواي بسبب اللي انت عملته فيا ده. والنار بتبدأ اللي هي تزيد وتلف حوالين شياو، وبيستخدم كل قوته بيقول تانية دلوقتي، وبيطلع هجمتين ناريتين قويين جدا. والعجوز بيقول في نفسه الطفل اللي كنت من شوية عمال بهاجمه وعمال بيهرب مني دلوقتي بقى هو اللي بيهاجمني وانا اللي عايز اهرب. والشاو بيقول له خد دلوقتي كمان واحدة تالتة. والهجوم بيكون اشبه بطائرين عملاق من العنقاء. والعجوز بيقول في نفسه أنا مش هقدر ان انا اقاتل الهجوم ده. والعجوز بيبدأ اللي هو يحاول يصد الهجمة دي، انما النار بتغطي المكان كله وتقدر اللي هي تصيب العجوز ده. والشاو بيقول طاقة الراجل ده قوية جدا، انا حسن حظي ان الجسم ده قوته دلوقتي كويسة، يا اما كان زمان ان عضلاتي كلها اتفجرت بسبب الضغط. والعجوز بيكون بيتألم جدا وبيقول انا ايدي اتحرقت وكمان ممكن يكون عندي عضلات اتمزقت. الموضوع ده فعلا مؤلم جدا، لو الطفل ده ما كانش جه معانا ما كانش زمان كل ده حصل. وشاو بيبدأ اللي هو يستخدم النار مرة كمان وبيقول تاني، والمرة دي بيحضر هجمة نارية قوية جدا وبيطير في الهواء. والعجوز بيقول الولد ده مش مكترث لحياته، بس انا مش عاوز ان انا اموت هنا، اللي بيحصل ده مجرد جنون. وبيبدأ اللي هو يجري، وساعتها الشاو بياخد نفسه وبينزل على الارض وبيطفي النار، وبيقول انا كنت عايز ان انا العب مع العجوز ده اكتر واقتله، بس انا جسمي مش هيقدر اللي هو يستحمل اكتر من كده. والشاو بيبدأ اللي هو يبص على القوة اللي في ايده وبيقول واضح ان كل حاجة هتتغير من دلوقتي معايا، انا قوتي وصلت دلوقتي لمرحلة الجسم تسع، وممكن اللي انا اخترق واوصل لمرحلة الجسم العاشر قريب، وبعد كده هقدر ان انا اتحكم في قوة الروح واخيرا اوصل لعالم جيان. انا مش عارف ايه نوع القوة دي بس مش مهم طالما اللي هي بتساعدني. صحيح هو ايه اللي حصل مع بقية العيال؟ وبيطلع يجري علشان يطمن عليهم،
واحنا بنرجع وبنشوف اللي حصل لبقية الشباب، وبيكون السواق ده عمال اللي هو بيهجم عليهم يمين وشمال ومرمطهم حرفيا، وما بيكونوش عارفين يعملوا حاجة الا اللي هم يتفادوه، وهو بيقعد اللي هو يضحك وبيكون مستمتع، وهو بيقول مش انتوا عاوزين اللي انتوا تهزموني يبقى انا مش هتساهل. ويانغ بيقول صحيح، وبيطلع البوصلة اللي معاه الاسلوب تامن، وبيحط السواق في داية سحرية، وبيبدأ اللي هو يكتفه بالقوة دي، والسواق ما بيكونش قادر اللي هو يتحرك. وفي واحد بيقول يلا بسرعة لازم ان احنا نقتله حالا، وكلهم بينقضوا عليه في اللحظة دي، وبيبدأوا اللي هم يضربوه وياخدوا حقهم. ويانغ بيبدأ اللي هو يحضر هجمة قوية جدا، وبيقول ألم جبال طاقة، انما السواق بيجمع قوته، بيبدأ اللي هو يبعده عنهم، وبيمسك السيف بتاعه بيصد الهجمة وبيبعد الألم عنه، وبيقول تعالوا لي دلوقتي. وفي واحد بيجي من وراه، واللي بيكون أخد السيف وبيستخدم الخاتم وبيظهر السيف، وبيقول له ابعد عن صحابي. وهو بيقول في نفسه دول على عموم مجرد أطفال بيستهينوا بيا وبقوة عدوهم، موتوا كلكوا دلوقتي. وفي واحد بيقول ما تسيبولوش فرصة اللي هو يهاجم من تاني، يلا بسرعة. إنما في اللحظة دي في واحد بيتصاب وبيموت، والدم بيبدأ اللي هو يطرطش في كل حتة. وفي حد بيقول ده قدر اللي هو يهزم واحد بضربة واحدة، وليه بيكون مرعوب وبيقول فرق القوة اللي ما بيننا كبير جدا، وهو بيقول أنا هقتلكوا دلوقتي علشان انتوا أغبياء جدا وجرأتوا اللي انتوا تقتلوني. وساعتها في حد بيجي من وراه وبيستخدم هجمة قوية، انما الجزار ده بيجي وبيقسمه نصين بضربة واحدة، في مشهد مروع جدا لكل اللي بيشوفوه. وهو بيقول دي معركة حقيقية، الأجسام والدم هيفضلوا يطيروا في الهواء، خصوصا الدم الأحمر بيكون لذيذ جدا. وبيبدأ اللي هو يلحس سيفه، وبيقول في نفسه أكيد الولد ده هو الأقوى اللي ما بينهم، وبيكون بيتكلم عن يانغ، لازم اللي أنا أذبحه قدامهم علشان قوتهم تروح ويفقدوا الأمل في هزيمتي. والرعب يخش القلب كل واحد فيهم، وهو بيتحرك بسرعة وبيستخدم أقوى هجمة عنده على يانغ. ويانغ بيكون خايف، إنما في اللحظة دي بيستخدم الفرشة بتاعته علشان يصد هجمة السيف، إنما للأسف السيف بيكون هو الأقوى، بس يانغ على الأقل بيقدر اللي هو يتفادى الهجمة. ويانغ بيقول في نفسه الموضوع وحش جدا، الفرشة بتاعتي استحالة اللي هي تصد هجمة تانية زي دي. والسواق بيقول تعال لما نشوف لو هتقدر تصد هجمة زي دي تاني، وبيهاجم عليه. ويانغ شبه بيستسلم وبيغمض عينه، انما بيمد ايده وبيلاقي سيف اللي هو كان جنب الجثة، وبيحاول اللي هو يصد الهجمة بيه بيأس شديد جدا. انما السيف مش بس بيصد الهجمة، ده كمان بيقطع سيف السواق لنصين. والسواق بيستغرب وبيقول في نفسه ازاي قدر اللي هو بالسيف ده يقسم سيف انا لنصين، وانا سيفي معزز بالروح والطاقة. ويانغ بيرجع له الحماسة وبيهاجم على طول على السواق، وبيقدر اللي هو يجرحه. والسواق بيبدأ اللي هو ينزف، وبيقول له دلوقتي مش انت لوحدك اللي معاك سيف. والسواق بيقول محدش يستهين بيا. وفي حد من وراه بيقول سيفه اتكسر يلا بينا بسرعة نهاجمه. وفي حد بيهاجمه بهجمة قوية، انما هو بيقدر اللي هو يصدها بالسيف بتاعه. وليه بيقول اللي اتصاب هو انت كويس؟ فالسواق بيقول احسن لك اللي انت تقلق على نفسك. وبيجي يهاجم على ليه، انما ليه بيستخدم مهارة القمر بتاعته، بيعمل درع علشان يحميه، وبينط بسرعة على السواق وبيمسكه وبيقول انا همسكه بس بسرعة قتلوه. ففي على طول حد بيجي من وراه بيقول قبضة العاصفة، وبيهاجم بيه على السواق وبيخليه ينزف دم من بقه. وفي واحد تاني من وراه بيهاجم على رجليه علشان يوقعه على الأرض، ودي بيضرب وشه بيكسر بيه الأرض، والسواق بيكون واقع في الأرض وبينزف. وبيقول أيها الأوغاد، وينغ بيمسك السيف وبيقول له خلاص وقت حياتك انتهى، وبينزل بالسيف عليه علشان يقتله. وهو بيطلع آخر نفس بيمسك سيفه وبيرفعه لفوق. وفي حد بيقول ده لسه ما ماتش اضربوه كمان، وكلهم بيتلموا عليه وبيقعدوا يضربوا فيه، وبيستخدموا اقوى هجماتهم علشان يخلصوا عليه. وهو بيكح دمه وبيرفع سيفه عقبال ما بيقع اخيرا من ايده، وفي اللحظة دي بيكون مات اخيرا. وفي ولد بيقول هو احنا اخيرا انتصرنا؟ فليه بيقول احنا اخيرا دلوقتي بقينا في امان؟ فانغ بيقول خلونا دلوقتي اللي احنا نمشي من هنا بسرعة. ايوه انت معاك حق. انما فجأة بينزف دم من بقه، وفي اتنين بيطيروا في الهواء، وواحد بيقع على الارض
برضه بيكون عليه علامة ايد ومحدش بيكون فاهم فيه ايه، واللي بيقول لا كان موضوع وحش، احنا لازم اللي احنا نهرب من هنا فورا. انما في اللحظة دي في ايد بتيجي عليه وبتطيره في لحظتها وبيقع على الارض، وينغ بيقول العجوز دلوقتي رجع، احنا كده امرنا انتهى، مش هنقدر ان احنا نهزمه. والعجوز بيقول ايها الاوغاد، انتوا مش بس اذيتوني وحاربتوني، انتوا كمان قتلتوا ابني التالت، انا هوريكوا دلوقتي طعم العذاب. وبيجي يهاجم على يانغ ويانغ بيغمض عينه، انما العجوز في لحظتها بيسمع الصوت ريك فبينط على طول على الكهف وبيقول في نفسه لا ده بيجري ورايا بسرعه، انا لازم اللي انا امشي من هنا. وساعتها شاو بيظهر وبيسال هو راح لفين، فيانغ بيقول له هو دخل الكهف. ودي بيقول في نفسه ايه ده شاو كويس، ده معناه اللي هو قادر اللي هو يلعب واحد في مستوى اليانج لوحده. وشاو وهو بيبص على المنظر بيقول في 7 من طلاب صف ماتوا هنا، واضح ان الموضوع مش هينفع اللي هو يتلم كده. الاكاديميه اول ما تعرف هترسل فريق كامل للتحقيق في الموضوع، واضح ان مفيش حد فينا يعرف اللي هو يطلع في الموضوع ده، احنا التلاتة دلوقتي في مشكله كبيره، والامبراطوريه في الغالب هتتدخل في الموضوع ده. انا عندي طريقتين عشان نقدر ان احنا نلم الموضوع ده، الاولى اللي انا اقتلكم انتوا الاتنين وبكده هتجنب اي مشاكل هتحصل لي في المستقبل، انما الطريقه التانيه وهما الاتنين بيقطعوه بيقولوا احنا مش هنقول لحد على حاجه. فشاو بيقول لهم الطريقه الوحيده اللي انا اسيب الموضوع ده السر هو اللي انا اقتلكم انتوا الاتنين. لا انت اكيد مش هتقتلنا. فشاو بيبص لهم بيقول لهم انتوا ايه اللي مخليكم متاكدين كده؟ فينغ بيقول له علشان انت انقذتني من شويه، ولو كنت عايز اللي انت تقتلنا كان زمانك اللي انت عملتها من غير ما تقول لنا. ايوه ده زائد اللي انت من شويه لسه مخلي واحد واصل لمرحله يانج اللي هو يطلع يجري منك وهو مرعوب. ماشي انا مش هقتلكم بس انتوا لازم تقسموا كمحاربين، انتوا عارفين اكيد عواقب قسم المحارب. فهم الاتنين بيقولوا اقسم ان انا مش هقول لحد على اي حاجه حصلت هنا، وعارف اللي انا هعاني لو قلت لاي حد على اي حاجه. لو اي حد اكتشف اللي حصل هنا فكلنا هنكون في مشكله كبيره. معاك حق. صاحب بالمناسبه ايه اخبار قطره الدم بتاعه كريستالة الدمار؟ فشاو بيمشي وبيقول معرفش حاجه عنها، وينغ بيقول خلاص تمام انسى الموضوع، بس هو احنا لسه هنواجه اي مشاكل تانية؟ احنا نخش دلوقتي الكهف، خلي بالكوا بنروح بعد كده معبد السماء، وبيكون في 2 على السطح، وفي واحد بيقول فيهم انت ايه اللي خلاك تستدعيني لهنا يا عجوز؟ فالتاني بيقول له انا استدعيتك لنا ايها العميد علشان ده تقدر اللي انت تشوفه بنفسك، وبيديله ورقة، والعميد اول ما بيقراها بيقول ده ميراث تيان، وده بيكون عميد الاكاديمية. والراجل ابو شعر اصفر بيقول ايوه وحتى برغم ده هما ملقوش لحد دلوقتي ضريح الامبراطور الشيطاني، بس احنا لازم اللي احنا نلاقي الضريح ده بسرعة علشان نقدر اللي احنا نحميه، وده بيكون الامبراطور. احنا اتقتل مننا لحد دلوقتي 3 رجال. فالعميد بيقول كانت المملكة الشمالية ال5 فيها الأصل جزء صغير من الجبل واتعملت عشان تحمي الضريح، بس هو مش غريب وجود ضريح الإمبراطور الشيطاني هناك. احنا مش عارفين لسوء الحظ الضريح بتاع الإمبراطور الشيطاني ده فين، إنما لو قدرنا اللي احنا نعرف هو فين مش هنقدر اللي احنا نسيطر على الشمال بس، احنا هنقدر اللي احنا نكون العاصمة الجديدة. فالإمبراطور بيقول في عهد الإمبراطور الشيطاني اتولد عدد كبير من المحاربين الأقوياء، بس عدد قليل منهم هم اللي كانوا ساطعين في المكان. وبتعدي 8 أيام وشيو بيكون ماشي وبيكون عمال بيجري، وبيقول الولد ده اخد مني العربيه وخلاني اللي انا اقعد اجري طول الطريق، وهو بيقعد يقول في نفسه عدى لحد دلوقتي اكتر من نص الشهر وانا ما قدرتش لحد دلوقتي مش بس اللي انا اجيب اي نقاط، انا كمان خسرت 7 من زمايلي في الفصل، لازم اللي انا الاقي حل بسرعه. وفي الوقت ده في 2 بيخشوا بيكونوا بيتكلموا مع بعض، وبيقولوا واضح ان ليه يتسمم هو كان بيتدرب على فن امتصاص الشمس، وفي ولد تاني من اللي كانوا معانا اتهزم في الحلبة ومات وما فضلش منه حتى العظم، لدرجة ان حتى امه ما قدرتش اللي هي تتعرف عليه. فشاو بيوقفهم وبيقول لهم معلش اصحابي اكاديمية جهلت الحاجات دي. ففي واحد بيقول له قواعد جمع النقاط هي اللي انت تقبل اي مهمة هتجيلك، ومن ضمن المخاطر بيكون الموت والحياة، فعادي جدا ان انت تموت، وعلشان كده في هنا مهمات وهمية ممكن اللي هي تخلي طلابها يموتوا. علشان كده بيبدأ اللي هم يلعبوا العاب غريبة علشان بس اللي هم يقدروا يجمعوا شوية نقط، حتى ممكن اللي انت تشوف المهمة دي. وبيكون في مهمتين مشي كلب لمدة ساعة 10 نقط، مساعدة علشان تجيب وجبات خفيفة 10 نقط. فالشو بيقول هو انا لو مشيت الكلب بس لمدة نص ساعة ياخد 10 نقط؟ هي دي مهمة بجد ولا ايه؟ المهمة مش دايما بتكون وهمية، انما مش شرط يكون الكلام اللي موجود هو اللي انت هتعمله، المهمة نفسها بتكون وهمية وبتتغير. والمشكلة ان المهمة دي تبع عائلة تيان، ودي عائلة قوية جدا من ناحية القوة والفلوس.
وشيو بيبدأ اللي هو يفكر وبيقول واضح ان الأكاديمية عاوزانا اللي احنا نفكر كويس من ناحية حتى اختيار المهمات. فالولد بيقول له لازم اللي انت تطور قوتك الشاملة علشان تقدر اللي انت تكون مزارع عظيم، ما ينفعش اللي انت تطور حاجة وتهمل التانية. وبيمشوا من المكان وبيقولوا له خلي دايما بالك من كل حاجة، العالم ده مش سهل. وهو بيخش القاعة بتاعة المهمات وبيقول في نفسه واضح ان حتى هنا يكون في مشاكل على الطلاب الفقراء علشان ممكن لهم ما يموتوا بسبب مهمة زي دي، لان الطلاب الاغنياء مش هيحتاجوا اللي هم يعملوا مهمات دي علشان هم يكون معاهم نقط وفلوس كتير، ولا حتى هيكون ناقصهم اي موارد للتدريب لان كل حاجة هتجيلهم لحد عندهم. انما الفقراء مش هتجيلهم اي موارد للتدريب. يعني انت عاوز اللي انت تجمع نقط، وبتكون بنت وبيكون اسمها يون. هو انت مين؟ فهي بتقول له انا اسمي يون وانا شغالة عند ناس بجيب لهم شوية حاجات مقابل نقط، بس انت لو عايز اللي انت تبدأ بقى تجمع نقط فانا ممكن لا ناخدك لمكان هتقدر اللي انت تجمع هناك كتير. وبيخرجوا من القاعة وهي بتقول له المكان ده اسمه سماء كانجان. هو انت سمعت بالتجارة السرية قبل كده؟ لا بس انا ممكن اخمن من اسمها اللي هي مش مكان كويس للشغل. ايوه بس هو مكان تقدر فيه اللي انت تبيع حاجات كويسة ومفيدة جدا ويكون مصدرها مجهول، وتقدر كمان اللي انت تبدأ تراهن على حاجات. فالشاوي اول ما بيسمع الجملة دي بيقول لها مراهنة؟ كم نقطة ممكن نحصل عليها من المراهنات دي؟ فهي بتقول له الموضوع بسيط، ممكن اللي في عالم الليتشي اللي هم يكسبوا 50 نقطة لو قدروا اللي هم يكسبوا في الحلبة، انما لو وصلت لعالم اليانج ممكن اللي انت تكسب 100 نقطة. طب وقوة الخصم هتكون ازاي؟ ده بيعتمد على حظك، في ناس بتكون اقوياء وفي ناس بتكون ضعفاء، انما في الغالب هيحاولوا يجيبوا القوتين بتوعكم متقاربة جدا وهيقعدوا يقارنوا ما بين المستويات. فالشو بيفرح وبيقول في نفسه ده معناها اللي انا لو قدرت اكسب 20 واحد بس من مستوى الليتشي هقدر اللي انا اجمع ال1000 عملة اللي انا محتاجها. ويون بيقول له واضح ان انت متحمس، خليني اشرح لك الموضوع ده شوية. انت هناك مش هتكسب النقط بس، انت ممكن ان انت تكسب حاجات كتير مثيرة. زي ايه مثلا زي البنات الجميلة طول ما انت معاك فلوس، والقوة اللي انت هتقعد تكسبها مع كل مباراة. كل الحاجات دي بتعتمد على مقاومتك للاغراءات وقد ايه انت هتقدر تكسب ويكون معاك فلوس. فهو بيقول لها طب ما تخلينا اللي احنا نجرب الحاجات دي مقدما. فهي بتقول له ابعد عني يا متحمرش، وبتقع على الارض زرع بصل وبتقول له الوقعة دي بتوجع قوي، انا كنت فاكرك اللي انت محترم، انا سمعت عن الحاجات دي انما ما اعرفهاش، انا كنت فاكرك اللي انت طيب بس واضح لا كنت غلطانه وطلعت عيل متحمرش. وعلى العموم لازم اللي انت تثبت قدرتك في الحلبة الاول قبل اي حاجه. وبترمي له عمله وبتقول له لو عايز اللي انت تحصل على نقاط فروح عند قصر عائله دونج واديهم الشاره دي وقول لهم اللي انت جاي من طرفي. فالشو بيقول في نفسه البنت دي في مستوى يانج وهي مجرد خادمه هناك، فواضح ان العائله اللي هي بتخدمها قويه جدا ومش هتكون عائله بسيطه. بس ده زائد اللي هي جت وطلبت مني مساعدتي، انا كل ما ببص لعينيها بشوف اللي هي ما بتقولش اللي جواها، هي اكيد مخبيه حاجه كبيره. وساعتها في حد بيحط ايده على كتفه وشو بيلف علشان يدافع عن نفسه، ففي حد بيمسك ايده وبيقول له اخيرا قدرت اللي انا الاقيك. ولما بيبص بيلاقي الشيخ العجوز وبيقول له انت يا عجوز، والعجوز بيكون مصدوم وبيقول له خليني كده اللي انا افحصك واشوف قوتك وصلت لفين. وبيكون مصدوم عمال بيصيح وبيقول جسم التصلب بتاعك وصل للمستوى التاسع، هو اللي حصل؟ والشو بيقلع عليه وبيقول له هو انت كويس ايها العجوز؟ انت استغرقت نص شهر بس علشان تقدر ان انت تتحرك من المستوى السابع للمستوى التاسع، قول لي بس هو انت نسخة من القديس القديم ولا انت ايه؟ القوة اللي انت فيها دي مفاجئاني اصلا جدا، بكل المواهب اللي انت فيها دي المفروض اللي انت تكون على الاقل قديس. فالشو بيقول قديس هو في سما وارض فوق يوان؟ القديس ده المفروض اللي هو فوق الجميع. هو انت تعرف ايه بالظبط عن موضوع القديس؟ انا ما اعرفش حاجة، يا دوب سمعت بس شوية كلام، ممكن ان انت تقول لي؟ يبقى الموضوع كموضوع كله مجرد مفاهيم غامضة بس انا هشرحه لك. بالنسبة لمستوى الارض ومستوى السماء فالشيخ بيقول في نفسه الارض والسماء، الكلام ده قريب من كلام جدي اللي قاله لي. فالشيخ بيقول هو انا صعب ان انا اوصل لمستوى السماء؟ فالشيخ بيقول له في القاره كلها مفيش حد قدر اللي هو يوصل لمستوى السماء خلال ال100 سنه اللي فاتت الا شخص واحد، فاكيد الموضوع مش هيكون سهل. فخلاص شيو بيتم احباطه وبيقول له خلاص قول لي على طول اللي هي مهمه مستحيله. فالعجوز بيقول له لا اسمع، مع ان من الصعب جدا ان حد يوصل للمستوى ده الا اللي انت قريب جدا اللي انت توصل له، انت كده عاوزني اللي
اتدرب اكتر بكتير، مش كده؟ انت فعلا ولد ذكي. تطوير الجسم ليه 3 طبقات و3 مراحل: مبتدئ ومتوسط ومحترف. وانا سيد في مستوى يوشو، وزي 6 اسياد في الاكاديمية. وبالموهبة الكبيرة جدا اللي عندك انت تقدر توصل للجسم المقدس. ولازم تعرف ان قوة الجسم المقدس ده اقوى بشوية قليلة من قوة الجسم النقي، وهما الاتنين بيكونوا في نفس العالم. طب خلاص انا فهمت، شكرا ليك علشان شرحت لي. هو انت مش عايز توصل للجسم المقدس علشان تحفر اسمك في التاريخ وتسيطر على العالم واسمك ده يكون اسم عظيم جدا؟ ماشي، بس انا دلوقتي محتاج ان انا اجمع نقاط علشان اقدر ان انا اخش الاكاديميه واخلي اسمي عظيم. فممكن اللي احنا نكمل الكلام ده بعدين. فالعجوز بيطلع ايده بيبدا اللي هو يعمل كرة طاقة، وبيقول كرة الطاقة دي مش هتحميك من هجمات المية والنار بس، ده كمان مفيش اي حد يقدر اللي هو يقطعها، وعندها تأثير سحري قوي جدا تقدر اللي انت تلبسها دلوقتي. والعجوز بيقول في نفسه عيب الكرة ده الوحيد اللي هي عندها حقل جاذبية قوي شوية، حتى انا بواجه شوية صعوبات وانا بتدرب بيها. والشباب بيقول في نفسه واضح ان الكرة دي فعلا كويسة جدا. وفجأة بتبدأ اللي هي تنتشر فيه وبتلف جسمه كله، وساعتها بيحس بوزن عالي جدا. وبيقول هي ايه الجاذبية التقيلة جدا دي؟ انا بس علشان حظي كويس عارف دلوقتي ازاي ممكن اتعامل مع الجاذبية التقيلة دي. من اخر مرة كنت في المعبد. والعجوز بيكون مصدوم وبيقول هو ازاي قدر اللي هو يتعامل مع الجاذبية بالسهولة دي. والشاو بيقول دي تقريبا جاذبيتها اقوى ب10 مرات من الجاذبية الطبيعية، هتاخد مني شوية جهد وانا عمال بتعامل معاها. فالعجوز بيقول للدقة هي بتزود الوزن بتاع 15 مرة اكتر. اول ما تلبسها دمك وتنفسك هيكونوا اصعب شوية. فالشاو بيقوم ناطط في الهواء وبيقول بجد، وبيبدأ اللي هو يعمل شوية حركات وبينزل على الارض بيكسرها. والعجوز بيكون في حالة صدمة للمرة 17,000 تقريبا بسبب الشاو ده. وبيقول هو لسه بعد ما لبسها قدر اللي هو ينط للطول ده كله. والشياو بيقول ايوه الشيخ هو انت كويس؟ والشيخ بيقول له خلاص ممكن اللي انت تروح دلوقتي وابدأ تدرب على تصلب الجسم، واول ما توصل للمستوى العاشر هديك هديتك التالتة. شكرا لك يا شيخ. والشياو بيمشي والعجوز بيقول في نفسه هو انا ليه ما عنديش موهبة؟ ودي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا. وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي. وكان معاكم ميدو احمد، سلام.